واش اخبارك بلي القرنفل كيعالج لنا الم العظام، تسوس الاسنان، الجير، القلب، حتى السكر، وراه كيهبط نسبه السكر في الدم، وكاين حتى كريم كيصاوبوا العضلات والمفاصل. ولكن هاد الفيديوهات اللي تشهروا راه ما قالوش الطريقه الصحيحه للاستعمال ديالو، وما قالوش المخاطر ديالو. اول خطا قالوا هو ان حبه وحده ديال القرنفل بوحدو كيعطي واحد الفوائد كبيره، وهذا الشيء راه ماشي صحيح، حيت الجرعه قليله بزاف باش تقدر تاثر. الجرعه الصحيحه هي ما بين 4 ديال الحبات حتى ل 8 ديال الحبات ديال القرنفل. ثاني حاجه، بزاف قالوا نغليو القرنفل مع الماء، ولكن ما عرفوش بان الغليان كيخسر بعض المكونات المهمه. الافضل هو تغلي الماء بوحدو، ومن بعد ديروه في كاسك وتزيد عليه 6 ديال الحبات ديال القرنفل وتخليه يطلق المكونات ديالو. ثالث معلومه ما قالها لكم حتى شي واحد هو ان القرنفل رائع تبييض الاسنان وازاله الجير. غير طحنو ودير واحد شويه منه مع المعجون ديالك وحك به السنان ديالك مره او جوج في النهار، وغادي تشوف واحد النتيجه اللي رائعه من بعد ايام قليله. حتى الناس اللي عندهم الدهون الحشويه اللي كتحيط بالاعضاء قدروا ينقصوا منها باستعمال شاي القرنفل مع الكمون والقرفه يوميا مع نظام غذائي صحي. في 30 يوم الجسم كيتبدل بزاف. بالنسبه للنوم، انا جربت شاي القرنفل قبل النعاس وبصراحه عطاني واحد الهدوء وخلاني نعس مزيان من ثاني يوم او ثالث يوم تقريبا. ولكن كنبهكم ان القرفه والقرنفل ما خاصش المراه اللي حامله تستعملهم. كاين حتى فائده اخرى على شاي القرنفل، كيخلي الريحه ديال الجسم والفم وحتى الشعر زوينه. واللي كيعاني من وجع الاسنان يقدر يحط حبه ديال القرنفل على الضرس ديالو، او يدير واحد شويه مطحون مع الماء ويتمضمض به. القرنفل حتى هو كيعالج الانتفاخ والغازات والمشاكل ديال الهضم. والناس اللي كيعانيوا من الم في المفاصل او اسفل الظهر يقدروا يستعملوا زيت القرنفل ممزوج مع زيت الزيتون او لا جوز الهند ويدهنوا به الاماكن اللي كتوجعهم. اما اللي عنده التهابات في الجلد ولا عضاتو شي ناموسه راه يقدر يستعمل الزيت ديال القرنفل ويخفف به ويدهن به، راه صراحه رائع. زيد عليها ان زيت القرنفل حتى هو طارد قوي للناموس، غير خلطوه مع الماء في بخاخ ورشوا به الدار او حتى على الجسم ديالكم. انا كنتسناكم تجربوا شاي القرنفل 20 حتى ل 30 يوم وتشاركوا معايا النتيجه، واش نقص لكم انتفاخ ولا حسيتوا بالنعاس مزيان ولا الاسنان تحسنوا. نتسنى التعاليق ديالكم والاراء ديالكم، شنو بغيتوا نعاود نهضر عليه المره الجايه. بسلامه، السلام عليكم.